الزمالك بدأ الدوري، لكن البداية ما كانتش بالشكل اللي جمهور القلعة البيضاء كان بيتمناه. تعادل سلبي أمام الاتحاد السكندري، لكن دلوقتي مفيش وقت طويل للتفكير. الزمالك عنده فرصة جديدة عشان يصحح البداية. الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، الفريق اللي دخل المباراة هو كمان بعد بداية صعبة وعاوز يعوض خسارته الأخيرة أمام أبو قير للأسمدة. يعني إحنا قدام فريقين كل واحد فيهم دخل المباراة وعايز يثبت إن البداية دي مش هي اللي هتحدد بقية الموسم بتاعه. لكن بالنسبة للزمالك الموضوع أكبر من مجرد 3 نقط، لأن جمهور الزمالك عايز يشوف رد فعل، عاوز يشوف فريق مختلف، فريق بيبدأ الموسم بالشكل اللي يليق باسم الزمالك. والسؤال هنا، هل الزمالك هيقدر يحقق اول انتصار في الدوري ولا البنك الاهلي هيقدر يوقف الزمالك تاني؟ في الفيديو ده هنحلل المواجهه وهنشوف ايه اللي الزمالك محتاجه عشان يخرج من المباراه ب3 نقط. الزمالك قدام البنك الاهلي اختبار جديد وفرصه جديده لاثبات ان التعثر في المباراه الاولى كانت مجرد بدايه وان الحكايه لسه مكمله. بعد ما الزمالك بدأ الدوري بتعادل سلبي امام الاتحاد السكندري، لازم نقف شويه عند المباراه دي، لان رغم اننا لسه في بدايه الموسم المباراه كشفت لنا حاجات مهمه جدا عن الفريق. اول حاجه، الزمالك محتاج يكون اخطر هجوميا. الفريق كان بيحاول، لكن في اوقات كتيره كان الوصول للمرمى وصناعه الخطوره مش بالشكل اللي كل الجمهور كان منتظر، وده شيء لازم يتغير بسرعه، لان كل ما الموسم يمشي المباراه هتكون اصعب والفرقه هتكون مستعده اكتر لمواجهه الزمالك. لكن في نفس الوقت مش منطقي نحكم على الفريق من مباراه واحده. دي اول مباراه في الدوري والجهاز الفني لسه عنده فرصه يعدل الاخطاء، واللاعبين لسه بيدخلوا في اجواء الموت. والحاجه الايجابيه ان الزمالك خرج من المباراه بنقطه من غير ما يخسر ومن غير ما يفقد ال3 نقط كلهم. لكن في المباراه القادمه النقطه مش هتكون كفايه. الزمالك محتاج يدخل مباراه البنك الاهلي بعقليه مختلفه، محتاج يكون اسرع في بناء الهجمه واكتر خطوره امام المرمى، والاهم انه يستغل كل الفرص اللي تجيله، لان البنك الاهلي مش هيكون خصم سهل حتى لو خسر مباراته الاخيره. والزمالك لو عايز يبدا يجمع النقط من بدري فلازم نشوف ردة فعل حقيقيه في المباراه القادمه. والسؤال هنا، هل الزمالك هيقدر يغير الصوره اللي شفناها قدام الاتحاد ولا هنشوف نفس المشاكل بتتكرر قدام البنك الاهلي؟ عشان نعرف ده لازم الاول نبص على المنافس نفسه. بعد ما اتكلمنا عن الزمالك خلونا نبص على الطرف الثاني في المباراه وهو البنك الاهلي. البنك الاهلي داخل المواجهه دي بعد بدايه صعبه بعد ما خسر المباراه الاخيره امام ابو قير للاسمده. الخساره دي مش معناها ان البنك الاهلي فريق سهل او فريق ضعيف او ان الزمالك داخل المباراه ده من ال3 نقط. بالعكس، البنك الاهلي هيكون داخل المباراه دي وعاوز يعوض خسارته ويحقق بدايه افضل في الدوري، وده اللي ممكن يخلي المباراه اصعب على الزمالك، لان الفريق المنافس عنده دافع كبير انه يخرج من المباراه بنتيجه ايجابيه. والزمالك هنا لازم يكون حذر جدا، خصوصا ان اي خطا في بدايه المباراه ممكن يدي البنك الاهلي ثقه كبيره. وفي نفس الوقت الزمالك عنده فرصه انه يستغل الحاله النفسيه للمنافس ويدخل المباراه بضغط قوي من البدايه. يعني باختصار المباراه مش هتكون سهله على اي طرف. الزمالك عاوز اول انتصار والبنك الاهلي عاوز يعوض خسارته، لكن السؤال الاهم، مين هيقدر يفرض اسلوبه في المباراه؟ وهنا ندخل في الجزء الاهم، ايه اللي الزمالك محتاجه فعلا عشان يقدر يخرج من المباراه ب3 نقط. بعد ما عرفنا وضع الزمالك وعرفنا ان البنك الاهلي داخل المباراه وعاوز يعوض خسارته، السؤال الاهم دلوقتي، ايه اللي الزمالك محتاجه فعلا يعمله عشان يحقق اول انتصار؟ اول حاجه، الزمالك لازم يبدا المباراه بقوه. مش معنى كده انه يندفع ويترك المساحات، لا، لكن لازم من البدايه يفرض شخصيته على المباراه ويخلي البنك الاهلي هو اللي يفكر في طريقه لايقاف الزمالك. تاني حاجه، الزمالك محتاج يكون اسرع في الهجوم، لان من اهم الحاجات اللي ظهرت في مباراه الاتحاد ان الفريق كان احيانا بياخد وقت طويل في بناء الهجمه، وقدام فريق منظم ده ممكن يخلي المنافس يرجع ويتمركز بسهوله. عشان كده سرعه نقل الكره والتحرك من غير كره واستغلال المساحات كل ده هيكون مهم جدا. تالت حاجه، الزمالك لازم يستغل الفرص، لان في مباراه زي دي ممكن تلاقي عندك فرصتين او 3 بس، ولو ما استغلتهمش بشكل جيد ممكن تندم في النهايه. وكمان لازم الفريق يكون حذر دفاعيا، لان البنك الاهلي هيكون عنده دافع كبير واي هجمه مرتده ممكن تعمل خطوره. يعني الزمالك محتاج يلعب بالتوازن، يهاجم عشان يكسب ويدافع عشان ما يخسرش. والاهم من كل ده ان اللعيبه يدخل المباراه بثقه، لان الزمالك فريق كبير ومش المفروض ان التعادل في الجوله الاولى يخلي الفريق يدخل المباراه القادمه تحت ضغط مبالغ فيه. الموسم لسه طويل، لكن البدايه القويه ممكن تكون مهمه جدا للفريق. والزمالك عنده فرصه يوم الاربعاء، فرصه انه يحول التعادل الاول الى اول انتصار، لكن هل هيقدر يعمل كده فعلا؟ خلونا نوصل للسؤال الاخير وهو توقعنا احنا للمباراه. وبعد كل اللي اتكلمنا عنه نقدر نقول ان مباراه الزمالك والبنك الاهلي مش هتكون سهله لاي طرف من الطرفين. الزمالك داخل المباراه وبيدور على اول انتصار، والبنك الاهلي داخل وهو عاوز يعوض خسارته. لكن لو الزمالك قدر يصلح الاخطاء اللي ظهر بيها في مباراه الاتحاد ولعب بالشخصيه اللي تليق بيه، فانا شايف ان الزمالك عنده فرصه كبيره انه يخرج من المباراه ب3 نقط. اما توقعنا للمباراه فانا اتوقع فوز الزمالك بنتيجه 2-0، لكن في النهايه كره القدم عمرها ما كانت مضمون، والحكم الحقيقي هيكون داخل الملعب يوم الاربعاء الساعه 8 مساء. دي مجرد توقعات، وكره القدم ما فيهاش حاجه مضمون. ممكن الزمالك يقدم مباراه كبيره ويكسب باكتر من هدف، وممكن البنك الاهلي يعمل مفاجاه وصعب المباراه جدا على الزمالك. وعشان كده انا عايز اعرف رايك انت، تتوقع الزمالك يكسب كام؟ وهل شايف ان الفريق قادر ينافس بقوه هذا الموسم؟ وفي النهايه مباراه الزمالك والبنك الاهلي مش مجرد مباراه عاديه،
هي فرصه للزمالك انه يصحح البدايه ويحقق اول 3 نقط في الدوري، ويبعت رساله ان التعادل الاول كان مجرد تعثر في بدايه الموسم. فهل يقدر الزمالك يحقق الانتصار ولا البنك الاهلي هيكون له راي تاني؟ بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهات الزمالك اول باول، واكتب لي في التعليقات توقعك للمباراه، والتوفيق للزمالك، وان شاء الله نشوف اول 3 نقط في 100 عقب. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.